الموسم الماضي حقق بطولة الدوري. وصل لها رافينيا، عايز يلعب العرضية، الهدف الأول ليفاندوفسكي، ومين غيره الهداف ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول لصالح نادي برشلونة. يا دوب ما خدش 3 دقايق برشلونة علشان في الاستعدادات الأخيرة يقدر يسجل. ونجدد التحية. برافو 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 الاصابة التي يبحث من خلالها عن تعديل النتيجة. الملعب لمصلحة فريق توتنهام، مجال ديون ولكن برافو ابعاد من دفاعات فريق توتنهام هوتسبير. عودة من تير شتيجن عالية وأمامية في الجهة اليسرى الجزاء. الاستلام ليفا يا سلام على الكرة الماضية، خطيرة لبرشلونة كانت، وفرصة الهدف الثاني تضيع لفريق برشلونة. خطأ وتكرارا في تسجيل هدف تعطي مصلحة فريق توتنهام. انطلاقة تصل إلى القمة، لكن من الصعب جدا في منطقة الجزاء، لكن حراسة المرمى من أبنى. انطلاقة في منطقة الجزاء للبارسا، لكن لمصلحة فريق برشلونة. راح تستمتع يا علي الجسمي وراح تستمتع يا عيد بارود من يتواجدان أيضا في استديو التحليل. التحية خطيرة، عودة لتوتنهام. جول 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 السبيرز يعيدون من جديد. توتنهام يسجل هدف تعديل النتيجة. عودة الإنجليز عبر اللعب أوليفر اسكيب يسجل الهدف الأول لتوتنهام هوتسبير. أغسطس انطلاقة سريعة لبرشلونة، اللعب بشكل سريع للكرة لا زالت في وسط الملعب الآن لمصلحة فريق برشلونة. محاولة عن طريق بالدي اللي حصل على خطأ. محاولة من بيسوما، عودة عرضية لمصلحة فريق توتنهام، هي العرضية لكن الكرة فيها ضربة ركنية. حكم اللقاء كان قريب جدا من اللعبة الماضية. المتحدة الأمريكية صارت الحوارات متعددة من دفاعات توتنهام. هنا صافرة الكرة الماضية، تصدي من فيكاريو من تواجد وحيدا لتصدي كرة خطيرة أتت عن طريق رافي. البداية كانت مع البارسا كأس ويمبلي والتعادل 1-1 ما بين توتنهام وبرشلونة، ونهاية طبعا في توتنهام في هذا المساء هنا في خوان كامبر. حيثين استخلاص الكرة، عودة من جديد لمنطقة الجزاء رأسية، لكن الإبعاد. محاولة بيدري، هل من لمسة يد تسديدة عدت إلى معروفة دائما نجمهم إنهم يبادلوا المحبة والعشق والوفاء. بيريزيتش إيفان أرسل كرة عرضية خطرة، جول فريق توتنهام عن طريق اللاعب أوليفر سكيب. لا يرحم أبدا في اللقاء الكبير. صحيح بأن المباراة على ملعب برشلونة، لكنه لا يرحم ديكو ولاعبي فريق توتنهام. حلو انهاء الكرة الماضية، وهناك خطأ لمصلحة فريق الأريحية. جيوفاني لوسيلو، خطرة في منطقة الجزاء والإبعاد. ماذا جرى يا برشلونة؟ ماذا حصل يا بارسا في شوط المباراة الأول؟ فريق توتنهام فهي فرصة الهدف الثالث خطيرة، تبعد برأسية من الدفاع من جديد لمصلحة فريق توتنهام. دخول في منطقة الجزاء سبيرز. انطلاقة تنتهي بالثالث تسديدة، ولكن تصدي جميل من تير شتيجن حارس مرمى برشلونة. تصدى في اللعب جوليس كوندي في وسط الملعب. خطأ لمصلحة برشلونة، مستحق في الكرة الماضية لإصراره على التفوق واستكماله حتى عالية وأمامية. رافينا مصدر الإسعاف بريمير ليج. عودة من جديد، ياهي مباراة من بعيد، يبحث عن عرضية رأسية إلى خارج أرضية الملعب. كانت خطيرة من أوريول روميو، حاول في منطقة الجزاء. هي المحاولة الأولى بعد طول غياب، بعد أن سالسون دوران. محاولة بالتسديد، كرة وصلت إلى مانر سلمون لاعب فريق ما تتواجد. خطرة ولكن برافو حارس المرمى
برافو حارس المرمى، لا خطأ أمام ليفا لأنه يستغل الكرات. نادي الإمارات الذي أيضا أتى بعودة تشافي هرنانديز ابن النادي لاعب النادي. عرضية قد تأتي ولكن توتنهام خطرة 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 خطرة. لله ترك يأتي اشتكن لبرشلونة محاولة لكن محاولة في الانطلاق سولمون تسديدة لكن محاولة كسب المساحة عرضية في منطقة الجزاء كرة فيها تمريرة في منطقة الجزاء تسديدة بتعدي إلى خارج أرضية الملعب عدت عن طريق بدري. الكرة الماضية اللاعب اللي واضح طبعا في المشاركة وخروج الليفا أول لبرشلونة خطرة جول تكمل فاتي أنسو جول. هنا نهاية الحديث يا سادة. أنسو فاتي الزلزولي يسجل الهدف الرابع. برشلونة إذن يبصم بالأربعة في هذا اللقاء. لا صعوبة الأسئلة انتم ما تقرون البارحة قاعدين على الثريدز تنزلون ثريدات ويثردون شلون الأسئلة صعبة. والبعض الآخر يقول ويقال انه الأسئلة من برا المنهج. طبعا من برا المنهج ليش تجيب لك أسئلة من المنهج غير انت بعدين تتوسع وتفكر من برا تخلي عقلك يفكر. انت مو قال المادة كذا لازم تتوسع مخك يتوسع يفكر برا صح ولا غلط. وبعدين بعض الطلاب يعني يسألون على انه اكو دور ثالث. انا احب اطمنهم واقول لهم اطمئنوا وافرحوا حتى دور ثاني ماكو. صار دور ثاني ماكو خلاص هو دور اول كافي. انت عند دور اول ولي روح له. والبعض الطلاب يشعر بحالة حزن وضيق في التنفس وفي هذه الفترة. طبعا حزن لازم تحزن. احنا جانا عاشور لازم نهيئك للحزن 50 يوم حزين تشوفها ما تقدر ترقص.